في الفيديو السابق انتهى على اتفاق جوم يونج ويولي على التخلص نهائي من جنجوما، وتم انتشار وباء الطاعون في بعض القرى، وأمر الملك بعلاج المرضى وإرسال الأطباء والممرضات لهم في القرى. وتم الاجتماع الأطباء، وقالت يولي إنها سوف تذهب لعلاج المرضى في القرى، وإنها تريد ذلك لتتدرب أكثر. يولي كانت تكذب، كانت تريد من الكل أن يتعاطف معها ويكره جنجوما، وبدأت خطتها الخبيثة. كانت جنجوما تعد الدواء لزوجة الملك، وطلبت من يولي المتخصصة في علاج زوجة الملك أن تعطي لها الدواء، فقالت يولي: اعطيها أنت وقومي بتدليك رقبتها لأنها تعاني من ألم فيها. فذهبت جنجوما إلى زوجة الملك، ودخلت عليها رئيسة الممرضات، وكانت تنظر إلى جنجوما بكره، ولم تكن جنجوما تعرف لماذا. فكانت مكيدة يولي إن جنجوما طلبتها أحد الوصفات لعلاج طفلة، ولم تكن جنجوما تعرف بهذا، وقد أرسلتها يولي إلى زوجة الملك وهي تعرف بهذا، كانت تريد إحراجها أمام الجميع. فغضبت منها رئيسة الممرضات، وقالت جنجوما: يولي أرسلتني علاج زوجة الملك. فقالت يولي: لم يحدث. قالت جنجوما لتشيمبي: أنا لم أقصد فعل هذا. فقالت لها: يجب أن تكوني حذرة في القصر، أي خطأ صغير سوف يعرضك لمشكلة كبيرة. فذهبت جنجوما إلى يولي في المكتبة، وقالت لها: لماذا فعلت هذا بي؟ لماذا تريدين تدميري وطردي من القصر؟ لكن يولي الخبيثة وجدت أن طبيب شين ينظر إليهما، فقامت بالتمثيل على أساس أنها مظلومة، ونظرت إليها جنجوما ولا تدري لماذا تفعل هذا. لكن حين نظرت خلفها وجدت الطبيب ينظر إليها، فعرفت أن يولي تقوم بالتمثيل لتجعل كل الذي في القصر يكرهها. فذهب الطبيب إلى رئيسه يخبره أن يرسل جنجوما لعلاج مرضى الطاعون، وإنه خاب ظنه بها. لكن الطبيب الجالس بجواره كان يدافع عنها جدا. ذهب رئيس الأطباء مع يولي إلى مكان بعيدا عن القصر، وقال لها: لقد أحسنت في إبعاد جنجوما عن القصر. فقالت له: لقد فعلت ما علي هنا، وأنت عليك التخلص منها هناك. اجتمع المسؤول عن علاج الوباء والأطباء والممرضات للذهاب إلى مكان الطاعون، وكان مين جانج هو المسؤول عن حمايتهم هناك. فسلم على جنجوما. عند وصولهم إلى القرية كان الوباء متفشي جدا، وحالات المصابين كثيرة جدا مثل وباء كورونا. كان رئيس الأطباء يقوم بتحضير المكيدة التي سوف يتخلص بها من جنجوما للأبد. طلب حضورها وأعطى لها مفتاح مخزن الأدوية، وطلب منها الحفاظ عليه من اللصوص. ذهبت جنجوما إلى مخزن الأدوية، ودخل لها هذا الطبيب الطيب، وكان يحضر لها الأكل، وقال لها: يجب أن تأكلي، وطلب منها طلب. في تلك الأثناء قبض الحارس على شخص يبيع الأدوية للمصابين، وكان يقول إن هناك ممرضة تعطي له الأدوية ليبيعها. ونظر إلى جنجوما وقال: هذه هي الممرضة.
قالت جمجمة: هذا افتراء وظلم، أنا لم أرى هذا الشخص في حياتي كلها وإنه يكذب. وقبل أن يتم القبض عليها دخل الطبيب الطيب ونظر إلى الرجل، فسأل الرجل: هل تعرفني؟ فقال: لا. فقال له: هل هذه الممرضة من أعطت لك الأدوية؟ فقال: نعم. فقال له الطبيب: كيف لا تعرفني وأنا الذي أملك مفتاح مخزن الأدوية، ولماذا تكذب؟ فقال له الحارس: لماذا تكذب؟ فقال الرجل: أنا لا أعرف شيء، أحدهم أعطى لي مال لأقول هذا. طبعا رئيس الأطباء هو من فعل هذه المكيدة بالاتفاق مع يوري وتشوي. فقال الحارس: اقبضوا على هذا الرجل. ونظر إلى جمجمة وقال لها: أنا آسف. وبعد خروج الجميع قال رئيس الأطباء: ماذا حدث؟ فقال الطبيب الطيب: إن جمجمة كانت تعتني بالمرضى، فطلبت منها الاحتفاظ بالمفتاح بعيدا عن اللصوص. فنظر إلى جمجمة وقال لها: يجب عليك أن تحذري وحافظي على المفتاح جيدا، وخرج. ثم قال لها الطبيب الطيب: كنت ستقعي في مشكلة كبيرة، وجيد جدا أنك أعطيتني هذا المفتاح، لأني أعرف أن هذا سيحدث من اللصوص والكذابين. فشكرتها جمجمة. وجاءت باقي الممرضات إلى القرية المصابة، وقال لهم رئيس الأطباء إن الوضع سيء جدا والوباء ينتشر بسرعة. ومع انتشار الوباء وعدم السيطرة عليه جاءت أوامر بالحجر الصحي للقرية، وخروج جميع الأطباء والممرضات في سرية تامة حتى لا يعرف أهل القرية بهذا ويمنعوا خروجهم منها. وكانت يولي أول من عرف بهذا الخبر، وقالت لها الممرضة أن تقول للجميع في سرية تامة حتى لا يعرف أحد من القرية بخروجهم سرا. وكانت جمجمة في مخزن الأدوية، والأدوية بها نقص حاد، فذهبت إلى رئيسة الممرضات وقالت لها إن الأدوية قاربت على الانتهاء. فقالت لها: اذهبي إلى يولي وخذي منها الأوامر. كانت يولي تخبر الجميع بالمغادرة سرا، وهذا ما كانت تقصده رئيسة الممرضات، أن تأخذ الأمر من يولي، أي تخبرها بالمغادرة سرا. فذهبت المسكينة جمجمة لتخبر يولي أن الأدوية قد انتهت. فقالت لها يولي: اذهبي إلى الصيدلية المحلية خارج القرية وأحضري الدواء، ولا تقولي لأحد، ويجب عليك أن تكوني هنا في 10 صباحا. الاتفاق كان الخروج 8 صباحا لكل الأطباء والممرضات. وأثناء ذهابها وجدت من جانج هو وأخبرته أنها ذاهبة لإحضار الدواء من صيدلية خارج القرية. وعندما رجعت وجدت الأطفال تبكي ولا يوجد أحد في الخارج من الأطباء والممرضات.
وذهبت إلى الداخل ولم تجد أحد أيضا. فخرجت لتسأل أحد الأشخاص، فقال لها: لقد ذهبوا جميعا وتركونا نعاني مع هذا المرض. وقاموا بعمل حجر صحي للقرية بالرغم من وجود إناث أصحاء هنا. تم خروج الأطباء والممرضات من القرية، وقال مسؤول الصحة لرئيس الحرس: ممنوع خروج أحد من القرية حتى لا يصل المرض إلى القصر. وكانت يولي تضحك، وقال له أيضا: هذا أمر ملكي، وسوف تعاقب أنت وحراسك إذا خرج أحد من هنا. كانت جمجمة تجري يمين وشمال تبحث عن أي شخص موجود من المسؤولين، لكنها لم تجد أحد أبدا. ووقفت جمجمة تسأل نفسها: ماذا حدث؟ لماذا لا يوجد أحد؟ لكنها تذكرت عندما كانت يولي الخبيثة تتحدث مع الممرضات وقالت لهم يجب الحضور في الصباح الباكر، وعندما رأتها قالت لها: يجب عليك أن تكوني هنا في الساعة 10، أي بعد رحيلهم بمدة. حاول أهل القرية الخروج منها، لكن الحراس منعوا هذا، وقالوا لهم: لدينا أوامر ملكية بالتخلص من أي شخص يخرج خارج القرية. وكانت جمجمة تسمع هذا الكلام. في نفس الوقت كان مين جانج يبحث عن جمجمة، وقال للمسؤول الطبي: هل يوجد أحد لم يحضر هنا؟ فقال الطبيب الطيب والممرضات: نحن لا نرى جمجمة هنا. فقالت يولي: لقد أخبرت الجميع بميعاد خروجنا من القرية، كانت تكذب. فقال رئيس الأطباء: كيف تخالف أوامري؟ سوف أعاقبها عندما تأتي. وهو اللي مدبر المكيدة مع يولي الخبيثة. فظهر القلق على وجه مين جانج. تذكر كلام جمجمة عندما قالت له إنها ذاهبة لشراء الدواء من خارج القرية، فذهب بسرعة إلى القرية. فمنعه الحارس من دخول القرية، وقال له: هذه أوامر ملكية. لكن مين جانج هو دخل وجرى بسرعة إلى الداخل. ظل يبحث عنها في كل مكان ولم يجدها. ووجدها أخيرا. كانت تجلس جمجمة وحيدة حزينة تبكي. فذهب عندها ووجدها تبكي، وقال لها: ماذا حدث؟ قال لها: هيا انهضي، يجب أن نغادر بسرعة من القرية. قالت: لا أستطيع المغادرة، أنا في نفس وضع أهل القرية.
لقد تخلى الجميع عنهم وتركوهم لمصيرهم، وأنا تخلى عني كل أصدقائي الممرضات وتركوني هنا مثلهم. فنظر إليها مين جانج وفهم المؤامرة التي دبرت التخلص من جمجمة. بعد ترك جمجمة في القرية، ذهب إليها مين جانج هو وجدها حزينة تبكي، فقالت له: لقد تعبت، لم أعد أحتمل المؤامرات التي تحدث لي. لكن مين جانج قال لها: لقد عرفتك صبورة شجاعة، تستطيعين التغلب على مشاكلك، وسوف تثبتي للجميع أنك على حق، لكن اصبري. ثم خرجوا ليبحثوا عن أهل القرية والمرضى أين ذهبوا. ثم ظهر أهل القرية وكانوا غاضبين جدا ويحملون الأسلحة. قال أهل القرية: هؤلاء هم من يريدون قتلنا. فقال مين جانج: لا، لم نفعل هذا، هذه أوامر ملكية. ثم قاموا بضرب مين جانج هو. قالت لهم جمجمة: توقفوا، لقد جئت لكي أعالجكم وأكون بجانبكم، لن أترككم لوحدكم أبدا. وقال مين جانج: يجب أن تسمعوا لها، فهي الوحيدة القادرة على علاجكم، وأرجو منكم أن تذهبوا إلى غرف العلاج فورا. وذهب الجميع، وقال مين جانج لجمجمة: سوف أذهب البحث عن أعشاب تساعد في علاج المرض. فذهبت جمجمة إلى مخزن الأعشاب والأدوية، وجدت نقص حاد فيهما، حتى التي أحضرها مين جانج لم تكن مفيدة. كان عدد المرضى كثير والدواء قليل جدا، ولا تعرف جمجمة ماذا تفعل. ودخل عليها رجل من القرية وخطف كيس الدواء منها، ووجد أنهم 4 أقراص فقط، فقال لها: لقد خدعتمونا. وفجأة جمجمة سمعت صوتا من الخارج. خرجت بسرعة لترى ماذا يحدث، فوجدت أهل القرية يضربون مين جانج هو، فأنقذته بسرعة منهم. فقالت جمجمة: ماذا تفعلون؟ فقالوا: لقد خدعنا هذا الرجل، ولا يوجد دواء حتى الآن. قال
قالت لهم: هذا رجل نبيل لم يريد أن يخرج من القرية وذهب إلى القصر، وقال: يجب أن نعالج هؤلاء الفقراء. وقالت لهم: لم يتبقى لدينا لا طعام ولا دواء، والحل الوحيد السماح له بالسفر ليجلب لنا هذه الأشياء، وساعدته على النهوض. سمحوا أهل القرية بخروج ميس جانج هو ليجلب لهم الطعام والدواء. فقالت له جنجوما: توجد صيدلية في آخر الوادي، سوف تجد فيها الدواء. فمشى ميس جانج، لكن جنجوما قالت له: توقف. ونظرت في وجهه كثيرا، فقال لها: هل يوجد شيء؟ فقالت له: لا، حافظ على سلامتك فقط. لم يكن يعرف أن جمجمة تودعه، كانت تريد حمايته من بطش أهل القرية، لأنه لا يوجد دواء في هذه المنطقة كلها، وهي تعرف هذا. استمرت جمجمة في علاج أهل القرية، وظهر عليها الإعياء الشديد نتيجة أخذها للعدوى من المرضى، ولم تكن تريد أن يعرف أهل القرية بهذا. كانت تريد أن ترتاح، لكن كان هناك سيدة تحتضر من شدة المرض، فذهبت إليها. قالت لها جنجومة: يجب أن تقاومي المرض، لكن المريضة كانت تحتضر بشدة، وكانت جنجومة تبكي عليها، لا تعرف ماذا تفعل. عند وصول مي جانج إلى الصيدلية وجدها فارغة، ووجد صاحبها وأخبره أنه أخلى الصيدلية منذ فترة مع بداية انتشار المرض، لأنه لا يوجد أدوية في المنطقة كلها. ففهم مين جانج الخدعة التي قامت بها جنجومة لتحميه من أهل القرية، فقرر الرجوع لها بسرعة لأن أهل القرية لن يرحموها. في نفس الوقت كان القصر غاضب من عدم رجوع جنجومة ومين جانج هو، وقالوا إنهم سوف يعاقبوا على هذا. وذهبت يولي الخبيثة لتخبر جوميونج إنها تخلصت من جنجومة للأبد، وأخبرتها إنها تريد أن تكون المسؤولة الطبية عن مجموعة شوي كلها. عم جوميونج كان يمتلك تجارة واسعة، وهو أخو شوي أيضا. اشتد المرض على جنجومة، وعرف أهل القرية أنها مصابة بالوباء.
وقال أهل القرية إنها سوف تموت بالمرض والمسؤول لن يعود إلينا، لقد خدعونا، وقرروا حبسها في المخزن. وأراد رجل أن يضرب جمجمة بسبب أن ابنه مريض بشدة، لكن حدث حريق في الخارج. فقال الرجل: أكيد المسؤول هو من أمر بحرق القرية لكي لا يعود إلينا، وقفل على جمجمة المخزن لكي ينتقم منها. وحاولت جمجمة الخروج لكن لا لم تعرف، وهرب الجميع واشتد النيران في القرية كلها. دخل الدخان إلى داخل المخزن ولم تستطيع جمجمة التنفس. عندما جاء مين جانج وجد النيران في كل مكان، وأخذ يبحث عن جمجمة وينادي عليها لكن لا استجابة منها. كانت جمجمة تموت في المخزن، وكانت تتذكر والدتها وتقول: سوف آتي لك الآن. كان مين جانج يبحث عنها في كل مكان حتى وجد مخزن مقفل من الخارج، ففتحه ووجد جمجمة على الأرض. كانت جمجمة لا تتنفس، فحملها وخرج بها إلى الخارج بسرعة. كانت النيران تحيط بهم من كل جانب. واستطاع الخروج بها بعيدا عن النار، ووضعها على الأرض وكانت فاقدة للوعي لا تتنفس. كان مين جانج يبكي عليها ويقول: لا تموتي أرجوك. حتى فتحت جمجمة عينيها ففرح مين جانج وقال لها: هل أنت بخير؟ فهزت رأسها: أي نعم، أنا بخير. ساعد على النهوض وقال لها: هل كنت تريدين الإبعاد عن الخطر؟ هل تعرفين أنك أغلى من حياتي كلها؟
قالت لها: كنت أخاف عليك من أهل القرية. وقالت له: أنا فعلا كنت خائفة من أن لا تعود إلي مرة أخرى. وبكت مسح مين جانج دموعها. في نفس الوقت كان أهل القرية يجلسوا في مخزن بعيد عن الحريق، وكانوا خائفين وأطفالهم يبكوا من شدة المرض. حتى قال أحدهم المسؤول الصحي والممرضة حضروا، فقال لهم مين جانج: بالرغم من معاملتكم القاسية لنا، لكن نحن نريد أن نساعدكم. وقال لهم إن طبيب سوف يأتي لمساعدتهم، وكانت جندوك هي التي سوف تساعدهم. وطلبوا منهم أن يذهبوا للعيادات حتى يتم الكشف عليهم. وكان مين جانج يتابع جنجوما لأنها كانت مريضة أيضا، وتتابع حالة المرضى في نفس الوقت. فدخلت عليهم سيدة تبكي وتقول إن طفلها مريض وأخذ العدوى منها لأنها أرضعته، وخافت أن يموت وهو جائع. فقالت لها جندوك: متى قمت بهذا؟ فقالت: من 5 أيام. لكن الطفل لم يكن مريضا بالعدوى، ففكرت جنجوما كيف أخذ لبن من أمه ولن ينتقل إليه العدوى، فذهبت تبحث في أكل الحيوانات وتتذوق المياه. عند بحثها في مخزن الخضروات وجدت نوع من الفجل شكله غريب. فذهبت لتسأل أحد رجال القرية عن هذا الفجل، فقال لها: لقد حدث فيضان وأفسد كل خضرواتنا، فقررنا حرق نص المحصول والباقي تركناه لنتغذى عليه. فعرفت جنجوما سبب المرض. فذهبت بسرعة لجندوك وأخبرتها أن المرض ليس وباء، وهو عبارة عن تسمم من الخضار الفاسد. ففرحت جندوك وقالت لها: إذن فالدواء عبارة عن مضادات التسمم. فذهبت جنجوما بالرغم من مرضها لتحضير الدواء بسرعة، ودخل عليها مين جانج يريد مساعدتها في تحضير الدواء. وأخذ المرضى الدواء. وأعطى مين جانج الدواء لجنجوما وقال لها: يجب عليك أن تتناولي الدواء أيضا حتى لا تسوء حالتك.
وبدأ الجميع في التحسن، وقال الجندوق يجب علينا أن نبحث في القرى التي بجانبنا وأن نخبرهم بالدواء. وبالفعل وجدوا نفس الخضار المصاب في القرى التي بجانبهم. والمشكلة أن الخضار المصاب يتم توريده إلى القصر الملكي. كيف ستحل جمجمة هذه المشكلة؟ سوف نعرف الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أحبكم في الله.